أنا عارفاكم كتحماقوا على الحرشة وما كتبغيش تصدق لكم على البوطة. اليوم جبتها لكم في الفران بطريقة سهلة وسريعة، كتجي هشيشة لذيذة لذيذة بزاف ما يمكنش لا نبدا فيها. خلي ليا واحد اللايك ونبداو على بركة الله. فواحد البول كنضيفو 3 الكيسان بقياس كأس العنبة من السميدة الرقيقة الخاصة بالحرشة ولا البسبوسة. ضروري ما تغربلوها. شوف أنا شنو لقيت فيها هكا شوية ديال القمح والروز. المهم ضروري تصفيو أي حاجة ولا تغربلو أي حاجة. كيما لاحظتوا معايا ضفت نص كاس ديال السكر. على نص كاس كتجيني هي هذيك جامعه بين الحلاوه والملوحه. ضفت خماره 108 غرام، كيس ديال السكر بنكهه الفاني، معلقه صغيره ديال الملح، ومعلقه صغيره ما عمرش مزيان ديال الخميره ديال الخبز. كنخلطو مزيان دوك النواشف، من بعد كنزيد نص كاس ديال زيت المائده وكنبسبس. في هذه المرحله بسبسوا مزيان اولا رملوا ديك السميده بديك الزيت بهذه الطريقه حتى تولي تجمع لكم بيديكم. صافي هنايا غادي نضيف الماء ما عادي غير من الروبيني، ما سخون ما دافي، يعني عادي ديال هذا الجو. هنايا كما لاحظتوا معايا ضفت 2 كؤوس، يعني هذا القياس راه مضبوط 100%. صافي 2 كؤوس ديال الماء تيكون هذا هو القهوه، من بعد راه كتشرب. صافي كناخذ هكا مقله ثقيله، مقله ديال الوجده اللي كندهنها بالزبده وكنرشها بالسميده الغليظه ماشي رقيقه، وكنخوي فيها الخليط ديالي وكنستعن هكا بيديا باش نسرحها ونقادها من الجوانب باش ما يبقاوش باينين فيها هذوك الاصابع ديالي. من بعد كنعاود نرشها بالسميده الغليظه كذلك، يعني السميده الغليظه كتعطيها واحد القرمشه ومن داخل كتكون هشيشه. بالنسبه لطريقه الطهي في هذه المرحله انا مسخنه الفران على اعلى درجه، كندخلها النار غير من الاسفل حتى كتشوفوا طلعت لي الحموريه من الجناب، وكتشعلوا النار من الاعلى تحمر الوجه ديالها، وكتخليو النار مجهد يعني كما كطيبوا الخبز. هذا هو الشكل ديالها ما شاء الله من بعد ما طابت. كنديموا ليها باسهل طريقه، كنقدمها هكا في طبيسير وكنقطعها. شوفوا لي ما شاء الله على الوين فيها وعلى هشاشه. كتعمروها بالجبن بالكونفيتير بالعسل باي حاجه كتفضلوها، كتجي صراحه لذيذه بزاف. انا من عشاق الحرشه وكندير هاد الطريقه سريعه واقتصاديه وبالصحه والراحه.